ملخص الحلقة ال 22 من مسلسل علي كلاي. بتبدأ الحلقة والدكتور بيطمنهم وبيقول لهم إن كله تمام ومبروك يا أستاذ سيف، المدام حامل. طبعا سيف هنا بيتخض، اللي هو إزاي يعني حامل؟ فبيقول لميادة هو أنت مش بتخلفي؟ فالدكتور بيقول له المدام بتتابع معايا بقالها فترة وبتاخد علاج، وهي دلوقتي بقت كويسة والحمد لله العلاج جاب نتيجة وهي بقت حامل. فهي بتقول له إن أنا مش مصدقة نفسي يا سيف ومبسوطة جدا. طبعا سيف مخضوض، ما كانش راسم أصلا على كده، كان راسم إن هو أول ما ياخد الفلوس منها وتكتب له كل الأملاك اللي أخدتها منهم يطلقها. سيف بيروّح البيت، فهي طبعًا بتبدأ تفرّح منصور وألمظ وبتقول لهم أنا حامل، كلّه طبعًا مش مصدّق. فألمظ بتقول لها بس إزاي يا بنتي، هو أنتِ مش كنتِ ما بتخلّفيش؟ فهي بتقول لها أنا كان عندي شوية مشاكل وأخدت لها علاج والحمد لله ربنا شفاني وبقيت حامل. فطبعًا كلّهم بيسكتوا، بييجي هنا سيف وألمظ بتقول له إزاي يا ابني ده حصل، أنت متأكد إن هي حامل والّا بتكذب علينا؟ فهو بيقول لها إن هي تعبت امبارح وكانت دايخة جدًا وأخدها عند الدكتور، والدكتور هو اللي قال إن هي بتاخد علاج بقى لها فترة والعلاج جاب نتيجة وبقت حامل. فسيف بيقول لها طب إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ فبتقول له ولا نعمل أي حاجة، الواد اللي هييجي دوّة هيخلّيك تمسك كل فلوسها. بعد كده ألمظ بتتكلم مع منصور، بتقول له إن المحامي كلمها النهارده وقال لها إن هو خلّص ورق إثبات النسب بتاع علي. فمنصور بيقول لها طب إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ بتقول له إن إحنا خلاص ما فاضلش بس غير إن إحنا نشوف حد يخلّص على علي. طبعًا منصور هنا بيقول لها أنا قلبي مش مطوعني، أنا لسه حاسس إن علي لسه ابني. فهي بتقول له يا أخويا بلا ابنك بلا بتاع، إحنا دلوقتي نفكّر في نفسنا، إحنا عايزين الشقة وكمان عايزين حتة الأرض اللي موجودة عنده، والّا أنت عايز تدخل السجن؟ طبعًا منصور هنا بيسكت وبيكون على وشه ملامح قلة الحيلة. بعد كده همت بتكون بترقص في النايت، وبعد كده بيشوفها أخوها ماهر، وأول ما بيشوفها عينيها بتشوفه وبتتكسف جدًا وبتجري تستخبى منه، لكن ماهر بيطلع يجري وراها. فبيشوفها هنا جوز همت وبيقول له أنت رايح فين؟ فقال له إيه اللي أنت بتعمله دوّة، وإيه اللي أنت عملته في أختي دوّة؟ أنت مش عارف أختي ديّة تبقى بنت مين؟ فبيقول له لأ مش عارف بنت مين، أنا أعرف دلوقتي إنها بنت منصور الجوهري المفلس واللي كان هيدخل السجن كمان شوية، وأعرف كمان إن ميادة بتلاعبكم يمين وشمال. طبعًا ماهر بيضربه وهُم الاتنين بيضربوا بعض، لكن الرجالة بتاعة النايت بيطلعوه برّه. طبعًا ماهر بيروح يبلّغ ألمظ باللي شافه، وبيقول لها بنت منصور الجوهري حطت راسنا في الأرض، بنتِك بترقص في الكباريهات وجوزها مستولي عليها وغسل مخها. فبتقول له أنا هاروح أجيبها من شعرها تحت رجلي، إزاي بنت منصور الجوهري تعمل كده؟ طبعًا منصور بيقول لها لأ، أنا اللي هاروح واجيبها من شعرها وأخلّص عليها. فهي بتقول له إحنا مش ناقصين مصايب، أنت متهور وممكن تعمل فيها بلوى، أنا هاروح أنا واخواتها الاتنين ونجيبها من شعرها. مختار السندي كان بيتكلم مع ميادة وبيقول لها تعالي عشان عايزِك في موضوع مهم، وأول ما بتروح بيقول لها توكيل العربيات وصل وكمان كتبته باسمِك، فاضل دلوقتي تعملي اللي إحنا اتفقنا عليه. فبتبدأ تشكره، فبتقول له إيه اللي اتفقنا عليه؟ فبيقول لها لأ نسيتِ والّا إيه؟ أنتِ هتبدئي تلعبي بمختار؟ أنا ما حدش يقدر يعمل معايا كده، أنا دلوقتي ساكت ومستحملِك بس عشان خاطر إن إحنا هنتجوز مش أكتر من كده. أنتِ هتطلقي من سيف إمتى؟ فهي بتقول له أنا هاتطلق من سيف ما تقلقش، بس اديني شوية وقت باخلّص شوية حاجات. وبعدين خالي هنا وافق إن أنا أتجوز سيف عشان أكتب له نُص الأملاك اللي أنا أخدتها، فهو دلوقتي ما يعرفش إن حضرتك شريكي. فهو بيقول لها بسيطة عرّفيه واتطلقي من سيف. هي بتقول له هيحصل عن قريب. فبيقول لها ما تفكّريش إن أنتِ تعملي كل دوّة عشان ترجعي لعلي، أنتِ ما تعرفيش لسه مختار، ما تخلقش اللي يبدأ يتلعب عليَّ، زي ما ضيّعت على علي كل حاجة مستعد أضيّع كل اللي وراكِ واللي قدّامِك في خبطة واحدة، حذاري يا ميادة إن أنتِ تقفي في طريقي. بعد كده عزازي بيروح لابنه وبيقول له يا ابني ما ينفعش الحيرة والحزن اللي أنت فيه دوّة، لازم تطلع من اللي أنت فيه. فبيقول له أنا مش قادر، روح ديّة كانت هي روحي وكمان ابني اللي كنت باترجى من الدنيا. فهو بيقول له أنا حاسس بيك، لكن علي بيقول له أنا ما فيش حد في الدنيا دي كلّها حاسس بيّا، أنا خلاص بقيت وحيد وخسرت كل حاجة كانت حواليّا. فهو بيقول له أنا أبوك وأنا جنبك، أنا مستعد أعمل لك أي حاجة. في الوقت دوّة بيتصل بيه وكيل النيابة وبيقول له تعالَ يا علي أنا عايزك في موضوع مهم. بيروح علي عند وكيل النيابة وبيقول له أنا بس عايز أبلغك إن في شبهة جنائية في قتل روح. بيقول له قتل؟ قال له أيوه، موضوع العربية إحنا لقينا فيه إن الفرامل كانت مفكوكة وكمان الكاميرات رصدت إن العربية ديّة عاملة حادثة بفعل فاعل وحد مولّع فيها. فبيقول له هي المرحومة ما كانش ليها أي أعداء؟ فعلي بيقول له لأ، روح ديّة كانت زي الملاك ما لهاش أعداء، كل الأعداء أعدائي أنا السبب في موتها. وبيبدأ علي هنا ينهار، لكن وكيل النيابة بيبدأ يهدّيه وبيقول له إن هم مين أعدائك بالضبط. فعلي بيقول له على أعدائه، ووكيل النيابة بيقول له إن إحنا هنتحرى المواضيع ديّة وبعد كده نكلمك. طبعًا كان معاه عزازي، عزازي بيقول له يا علي أنت شاكك في حد؟ فبيقول له أنا مش عارف مين اللي عملها بالضبط، أنا خلاص ما بقيتش عارف مين عدوي ومين حبيبي، مين عايز لي الخير ومين عايز لي الشر. علي بيكلم صفوان وبعد كده بيقول له أنت لو بتحب أختك لازم تساعدني ونعرف مين اللي عمل فيها كده. فبيقول له أكيد أنت يا صفوان اللي عملت فيها كده. بيقول له لأ أنا مستحيل أعمل فيها كده، أنا خسرت ابني وكمان خسرت أخويا، ما كنتش مستعد أخسر كمان أختي. فبيقول له طيب مين اللي عمل كده؟ فهيقول له أنا هاقول لك، لكن توعدني إن أنت مش هتأذيني، أنا كفاية عليّا كل اللي حصل، وكمان أبويا وأمي مش مستحملين أي حاجة تانية تحصل لي. فبيقول له أوعدك. فبيقول له كل اللي حصل بينه وبين مختار وعظيمة وميادة، وبيقول له إن إحنا اجتمعنا كلنا ولبسناك القضية اللي أنت طلعت منها، لكن ما أعتقدش إن عظيمة ممكن يكون عمل كده، لأنه في الأول وفي الآخر كان عايز يتجوز ميادة، ما فيش غير ميادة ومختار وكمان ولاد الملك كان كل همهم إن هم يأذوك أنت، مش أذية روح.
فأعتقد إن هي يا ميادة يا مختار، لإن زي ما أنت عارف إن ميادة ما بتحبش روح وعايزة تخلص منها، فطبعًا علي هنا بيبدأ يفكر إزاي ينتقم منهم، وعزيزي بيقول له: "أنا في ضهرك وهافضل واقف وراك، واللي أنت عايزه كله أنا هاعمله لك." وديّة بتكون نهاية الحلقة. أتمنى لو الفيديو عجبك والملخص عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان ملخصات تانية كتير، والسلام عليكم.